فيلم النهاردة بيحكي عن مقاتل مدمر اقتحم أخطر عصابات أمريكا وبقى واحد منهم علشان يقضي عليهم. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع مافيا في مدينة شيكاغو في إحدى الغابات المجهولة، وهناك العصابة بدأت تقتل رجال الشرطة اللي موجودين في المكان بدون رحمة لحد ما وصلوا لكوخ مهجور وبيكون عايش فيه شخص اسمه مارسيلو. ومارسيلو يعرف أسرار عن العصابة وهيشهد ضدهم في المحكمة، لكنهم خلصوا عليه تماما. وبعد فترة المحقق هاري وصل وطلب من زميله مايك يحقق مع كل الناس اللي تعرف مارسيلو من أول الشاهد لغاية المدعي العام في القضية علشان يعرفوا مين اللي قتله. ومن هنا بتنتقل بينا الأحداث للمأمور مارك وهو في مطاردة لسائق موتوسيكل متهور، لكنه في النهاية قدر ان هو يقبض عليه ويسلمه لاسم الشرطة واتهمه الانتحال شخصية ضابط والقيادة المتهورة. وبعدها رجع لبيته وهناك قابل زوجته ايمي واللي كانت بتحضر للاحتفال للذكرى ال5 لزواجهم، لكن للأسف ايمي ما كانتش راضية عن حياتها في المدينة الصغيرة دي بعد ما كانت عايشة في نيويورك، وقالت لمارك ان حياتهم بقت عاملة زي الابقار والغنم ومش قادرين يعيشوا بحرية. ده غير انها غضبت عليه ورمته بالاكل لكنه تفاداه. وبالليل المحقق هاري اتصل على مارك وطلب يقابله بأسرع وقت ممكن، وبالفعل مارك استجاب وراح مكتبه تاني يوم. وهاري عرض على مارك قضية بتروفيتا، وبتروفيتا يبقى واحد من أغنى عائلات مدينة شيكاغو وصاحب نفوذ قوي جدا. وبتروفيتا كان مشتبه بيه بالكسب الغير مشروع. وأثناء عرض المحكمة فمارك شاف المدعي العام باكستر، فقال لهاري ان باكستر هو السبب اللي خلاه يسيب شغله في نيويورك ونقله لبلد تانية. وهاري قال لمارك ان هجوم المافيا على الكوخ اتسبب في موت ابنه بيلر، وعلشان كده عاوزه يتنكر على شكل مجرم ويدخل منظمة بتروفيتا ويقبض عليه. فمارك وافق على المهمة. وبالليل مارك اقتحم مصنع بترول بسيارة الشرطة وبلغ عن الاقتحام في الراديو، وهناك فجر العربية علشان يزيف موته وهرب من المكان بسرعة البرق. وتاني يوم هاري بعت لمارك كل المعلومات اللي محتاجها في القضية من أول الزعيم بتروفيتا لغاية دراعه اليمين روكا، وكمان صاحب الكازينو الخاص بيهم لماركسي. وبالليل مارك راح الكازينو علشان يشترك معاهم في اللعب لكنهم رفضوا. ومن هنا مارك كشف ان هم بيغشوا من تحت الترابيزة عن طريق المغناطيس، فافراد العصابة اتجننوا ودخلوا معاه في قتال عنيف، والقتال ده اتسبب في تدمير نص المكان بسبب قوة مارك الرهيبة. وبعد ما مارك خلص على افراد العصابة فركب سيارة نقل كبيرة وهرب من الكازينو في ثواني معدودة. وتاني يوم لماركسي صاحب الكازينو قابل بتروفيتا علشان يقوله على المستثمرين اللي هو جايبهم له، لكن بتروفيتا قال ان هو ما بقاش شغال معاه وان هو قدامه يومين علشان يصفي كل حاجة ما بينهم. ومن هنا بنعرف ان لماركسي كان مجهز كمين لبتروفيتا وحاول يقتله، لكن من حسن الحظ بتروفيتا ما اتصابش بأي طلقة، وفي المقابل واحد من رجالته مات. وبعدها مارك اقتحم سيارة لماركسي وهدد صديقته واخد منها المجوهرات، وكمان سابهم في مكان مهجور ورجع للمدينة في ثواني. وبالليل مارك راح للنادي الخاص بروكا وطلب يقابله باسم الشخص اللي خلصهم من لماركسي. وبالفعل مارك قابل روكا وقال ان هو اسمه جوناس. ومن هنا روكا عرف مارك على المساعد بتاعه واللي بيكون اسمه ماكس، وقال عنه ان هو بيهتم بكل تفصيلة في الشغل بتاعهم. لكن مارك قال لروكا انا عاوز اشتغل معاكم علشان يخلص على اي حد يقف في طريقهم. وطبعا ماكس اتضايق جدا لان مارك حاول ياخد مكانه، لكن روكا طلب من مارك يرجع للصلاة من تاني ويستمتع بوقته. ومن هنا مارك قابل بنت اسمها مونيكا وتعرف عليها وبقوا اصدقاء.
الأصدقاء، ولما خرج من المكان ودخل في شارع جانبي فكان في 3 من أتباع روكا طردوه علشان يضربوه ويخلصوا عليه، لكن مارك قدر ان هو يتصدى ليهم ومسكهم طحنهم كلهم لانه قوي جدا وملوش اي حل. ومن هنا الشرطة وصلت لمارك علشان تتأكد من الهوية بتاعته، لكنهم لقيوا اوراقه سليمة وبعد كده سابوه في حاله. وتاني يوم الشرطة اقتحمت واحد من بيوت بتروفيتا المشبوهة وقبضوا على كل الموجودين بالمكان، وكمان اخدوا منهم 100 مليون دولار. وطبعا بتروفيتا كان متضايق جدا من اللي حصل والخسارة الشديدة اللي حصلت له، فبتروفيتا قال لروكا ان البضاعة والفلوس لازم ترجع من تاني حتى لو هيضطر يقتحم مركز الشرطة علشان ياخدهم. وبالليل روكا قال لمارك ان هو وافق على توظيفه، بغض النظر ان دراعه اليمين ماركس رفضه من الاساس، لكنه قال في النهاية ان هو هيكون موجود بشكل مؤقت وهيبدأ الشغل من بكرة. وبعدها مارك قابل مونيكا بره الكازينو وراح معاها البيت، لكنها اغرته وحطت له منوم في المشروب وسربت معلوماته الشخصية لروكا علشان يخفض الديون اللي عليها. بس من سوء الحظ مارك سمع مكالمتها وكشف سرها، وبعد كده بتروفيتا كلم ضابط خاين في مركز الشرطة علشان يعرف منه مكان الفلوس والممنوعات الخاصة بيه، لكن الضابط ده رفض يقوله على المكان وقفل المكالمة معاه. وبالليل ماكس ومارك راحوا لنادي واحد من الرجالة بتوعهم وبيكون اسمه مكسيكو، لانهم اكتشفوا ان هو بيدفع فلوس لماركسي علشان يحميه، ودي تعتبر خيانة ليهم. ومن هنا ماكس حاول يقتله بسبب اللي هو بيعمله، لكن مارك اتدخل وانقذه منه وقال له ان المرة الجاية المكان ده هيتحرق وانت موجود فيه. وبالليل مارك ومونيكا راحوا حفلة خاصة لبتروفيتا، وهناك روكا قال لمارك ان الزعيم طالب يشوفه، وبالفعل مارك قابل الزعيم واتعرف عليه، لكن بتروفيتا سأله اذا كان قتل اي حد قبل كده ولا لا، فمارك قال له ايوه انا قتلت حد قبل كده وكمان هقول لك على العناوين بتاعتهم لو عاوز. وطبعا بتروفيتا اتعصب لان مارك حاول يتذكى عليه وطلب منه يرجع للحفلة. وبعد كده بتروفيتا قال لروكا ان هو ما يدخلش مارك في اعماله التانية لانه لو شارك فيه ممكن يكون ضابط متخفي. ومارك ومونيكا راحوا علشان يشتروا ملابس، ولكن من سوء الحظ في مجموعة من اللصوص هجموا على المحل وحاولوا يضربوا مارك ويخربوا المكان، لكن مارك قدر ان هو يتصدى ليهم وكسر عظمهم بدون رحمة، ده غير ان هو سبب فوضى كبيرة في المكان بسبب اللي عمله. ولما مارك خلص على اللصوص فهرب مع صديقته مونيكا بسرعة البرق. وبعدها بتروفيتا عرف ان بضاعته وفلوسه هيتنقلوا المستودع فيدرالي وبيكون عليه حراسة شديدة جدا بعد ايام. ومن هنا روكا قال ان في اكتر من 50 ضابط شرطة في المكان وازاي هيتخلصوا منهم علشان يقدروا يوصلوا للبضاعة بتاعته. وفي الوقت ده مارك قال لهم ان الحل الوحيد هو التفجير لانه هيسبب خوف وتوتر عند ضباط الشرطة فهيضطروا يسيبوا المكان، ومن هنا هتكون الفرصة بتاعتهم علشان يرجعوا البضاعة والفلوس. واقتراح مارك عجب بتروفيتا ووافق عليه، وبالفعل تاني يوم دخلت مجموعة من العصابة لاسم الشرطة وزرعوا قنبلة في واحدة من ماكينات بيع الحلوى وخرجوا من الاسم بدون ما اي حد يلاحظ. وبعدها بلحظات الماكينة انفجرت وسببت دمار بسيط في المكان. اما مارك فقابل هاري وحكاله على خطة بتروفيتا لتفجير المستودع واستعادة الممنوعات، وكمان طلب من هاري يتصل بزوجته ايمي ويطمنها عليه علشان ما تفتكرش ان هو توفى. ومن هنا مارك قال ان هو مبسوط من المهمة دي لانه اصبح مع وقت فراغ كبير، ده غير اللبس والعربيات الغالية اللي هو بيركبها. ومن هنا هاري طلب منه ان هو ما ينساش ان هو في مهمة وما يخليش الافكار دي تشوش على تركيزه. وبعد ايام ماركس قال لمارك ان التنفيذ هيكون النهاردة بالليل الساعة 3، ده غير انهم هيقتلوا لماركس هي. وبالفعل افراد العصابة اتنكروا في شكل وحدة مكافحة المتفجرات
وبلغوا اسم شيكاغو عن وجود قنبلة في المكان، ومن هنا الاسم استجاب. فالعصابة طلبت منهم يراقبوا المنطقة عقبال ما يوصلوا، وأفراد العصابة دخلوا الاسم بكل سهولة واخترقوا الخزنة وسرقوا الفلوس والممنوعات الخاصة ببتروفيتا، ورجعوا للعربية بتاعتهم وهربوا من المكان في ثواني معدودة. أما مارك وماكس فانتظروا لماركسي على ما ظهر وحاولوا يقتلوه، لكنهم ما قدروش يوصلوا له بسبب الناس اللي حواليه، فاضطروا يطاردوه في المدينة وكان هيهرب منهم، لكن في النهاية حصروه وقدروا انهم يفجروا العربية بتاعته ويتخلصوا منه. وبعد كده ماكس راح لمحقق وقدم له صورة مارك، فالمحقق قال ان هو قبض على جوزيف من 3 سنين، وبكده مارك انكشف قدام ماكس وعرف ان هو ضابط متنكر. وبتروفيتا هو كمان عرف من المخبر الخاص بيه في الشرطة ان المحقق هاري زرع شخص في المنظمة بتاعته علشان يدمره ويقبض عليه، لكن المخبر قال ان هاري بيدبر العملية بشكل غير رسمي، وده معناه انه لو اتقتل مفيش تهمة هتكون موجودة عليه. ومن هنا ماكس دخل لهم واقترح ان مارك هو اللي هيقتل هاري، وبعد كده ماكس ومارك خرجوا علشان يقتلوه، لكن مونيكا ظهرت فجأة واتكلمت مع مارك، وطبعا ماكس كان متضايق جدا لانه كان معجب بيها وبيحبها. وماكس قال لها انهم عندهم مهمة علشان يخلصوا على ضابط شرطة، ولما وصلوا له فمارك اكتشف ان هو هاري، فانقلب على ماكس واللي معاه وقال لهاري ان هو ما كانش يعرف ان هو المقصود. وفي الوقت ده مونيكا كانت منتظراه في العربية وركب معاها وهرب. ولما الاتنين وصلوا الفندق فمارك طلب من مونيكا انها لازم تسيبه وتهرب لانه هيتصدى للعصابة لوحده. وبالفعل مارك جهز نفسه بكل الاسلحة والرشاشات اللازمة وراح على مصنع الاحجار الخاص ببتروفيتا، وهناك بدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد بدون رحمة، لكنه اتصدم بونش عملاق جدا دفعه لورا وحصروا بين شاحنة نقل تانية وكان هيقضي عليه، لكن من حسن الحظ مارك قدر ان هو يهرب على اخر لحظة وقتل سواق الونش، وبعدها اتخلص من سائق الشاحنة علشان يحط ايده على الممنوعات والفلوس. اما بتروفيتا فعرف من الاخبار باللي مارك عمله في المصنع بتاعه، فجهز رجالته واسلحته علشان يخلصوا عليه. وبعد لحظات فمارك وصل لهم وخرج لهم من فتحة التهوية، ومن هنا الحرب بدأت بينهم، ومارك كان عديم الرحمة ونزل فيهم طحن بدون تردد لحد ما وصل لروكا وبتروفيتا اللي قتلهم في ثواني معدودة ورا بعض. ولكن مارك شاف باكستر مصاب ومرمي على الأرض، وباكستر يبقى هو الضابط الخاين اللي كان بيساعد العصابة، فمارك خلص عليه بدون رحمة. وبعدها الشرطة وصلت للمكان وقال ان اللي عمل كده وفر عليهم وقت وجهد كبير، وكمان عرفوا ان باكستر يبقى هو الضابط اللي بيسرب المعلومات للعصابة وبيساعد بتروفيتا. اما مارك فراح لصديقته مونيكا في المطار وساب لها $250,000 علشان تكمل باقي حياتها. وفي نهاية الامر مارك رجع لصديقه هاري اللي الإصابة سببت له عجز في رجله، وطلب منه يخف بسرعة ويستعيد صحته علشان يحتفل معاه بعيد ميلاد ابنه، لأن زوجته إيمي حامل. فهاري اتحفز بشدة وقدر ان هو يمشي خطوات بسيطة لمارك ووقف على رجله من جديد. ومن هنا بيخلص فيلمنا. أنا مينا إسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. هشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.